السلام عليكم ورحمة الله. تحية حب واحترام وتقدير لمتتبعي القناة. تحية خاصة لأهلي وناسي داخل وخارج أرض الوطن. شكرا لكم أنكم كتعطوني من وقتكم باش نتقاسم معكم خواطري الشخصية. شكرا على الدعم والتشجيع. الخاطرة إن شاء الله غتكون على الوحدة. كيف كما كنقولوا بالدارجة ديالنا توحدانيت. نتمنى ان شاء الله تروقكم وتنال اعجابكم ودمتم رائعين. الوحدة، واش هي تكون بوحدك؟ عمرها غتكون. الوحدة هي انت بوحدك، كتحسها وانت بين الناس، واللي غريب. باش تخبي الإحساس خاصك تكون وتعيش وسط الناس. الوحدة هي هم وضيم تخاف منهم وما تقدرش تشكيهم للناس. الوحدة هي سعد وفرحة تخاف عليهم إلا شاركتيهم مع الناس. الوحدة هي تقول وما يسمع لك حد. الوحدة هي تشوف وما تدويش. الوحدة هي تعيا وتزيد تعيا وما عندكش الحق باش تهد. الوحدة هي تقبل وانت ما باغيش. الوحدة هي تضيع من راسك وتلقاك في الزحام، كتحس الغربة بين الوهم والحلام. الوحدة ما عرفتش منين نبدأ، ويمكن نبدأ وما نساليش. الوحدة الكثير منا بالنسبة ليه الوحدة بحال الموت، هما بجوج أقدار كيتمنى لو كان يقدر يهرب منها فكيلقى راسو بغول الكره غادي ليها. يمكن معاهم الحق في الوحدة والموت، كيف ما بيناتهم كتجمع وفاة يمكن تجمع بيناتهم حياة. فالموت كيعيشها الإنسان بوحده، وفاش كيعيش الوحدة كيموت. فهما بجوج كيوصلوا لبلايص مهجورة. الوحدة كتدخلنا الكهف، والموت كتدخلنا القبر. الفرق أن الكهف كاين في جوف كل واحد فينا، والقبر كاين في جوف الأرض ما كيهمش. المهم كل شي طين مظلم بارد عامر بالسكات. المصير فيه مجهول كيخوف. ما كنعرفوش غيبدا كيفاش، ويبدا علاش، وغيكمل وقتاش. اللي كنعرفو انه مكتوب ولازم يتعاش،
وهنا كنلقاني قدام تساؤل عمره ما فارقني، واللي هو: واش في مصلحة الإنسان يدخل الكهف اللي في جوفه وعايش الموت توحدانيت بالاختيار ديالو، باش من بعد يقدر يوالف ويسهل عليه يعيش الموت في جوف الأرض مجبور، ولا غيكون قهر وظلم راسو حينت مات وتدفن كتر من مرة. الجواب صعب بحال التساؤل، واللي صعب هو تكون الوحدة والموت واقع إنسان. لكن واش ماشي المضطر كيركب الصعب؟ هادشي علاش كل واحد خاف يدخل الكهف ويواجه الصعب اللي فيه، كيبقى ماشي في الطريق اللي غادية بيه، وهو يا حسرة باغي يرجع. بالنسبة ليا ماشي غريب الواحد يدخل الكهف بخاطره، اللي غريب انه عاش في الدنيا وقرات صواريها، زعما ما تعلمش منها. عليا كنهضر وعليك انتي وعليك انت. واش ما تعلمتيش باللي خاصك تحرم إلا بغيتي تفهم وبغيتي تتعلم؟ وباش تتعلم خاصك لابد ما تذوق العذاب بوحدك وتتألم، خاصك تغرق باش تعرف تعوم، خاصك تحرق باش يبان فيك النور. هادشي علاش عرف راسك وانت بوحدك قبل ما تحاول تعرف الناس، قبل ما تحاول تكون معاهم، تعاملهم، تعايشهم، تواجههم، تحبهم، تكرههم، باش إلا هما ظلموك ما توليش حتى انت ظالمهم، حين انت كبير بيك، صغير بيهم، صغير بيك كبير بيهم. انت كلك واحد فيهم وهما كل شي فيك. هادشي علاش من ديما وعلى طول الزمان الناس بحالك حتى هي خاصها تعرف وهي بوحدها شكون هي، منين جات، فين غادة، علاش الحياة. فكتقلب على الحكمة والعلم، عرفتي فين كتلقاها؟ كاينة عند ناس دخلات الكهف بوحدها وعايشت الموت في الوحدة. هادشي علاش ما تخافش من الوحدة، دخل الكهف بوحدك، ما تخافش. راك غتجلس بين النفس والقلب والروح، واش ما توحشتيهمش؟ حازن انت وكتحسر على فراق الناس ليك وعلى فراق هادو اللي ليك. واش ما حازنش؟ هاجر نفسك وهي غير عرضك أرضك، هجرتي روحك هاديك غير سماك، هجرتي قلبك هذاك ياك صاحب العمر، خليل صادق ورفيق حر.
جرب جرب بيناتهم تجلس، اسمع وشوف، اسمع الحس اللي مخبي بين الغوات، شوف الحبق وبالعمان مسك الليل، الورد حتى هو حينت الغرس كينبت وخا يكون في تراب الموات. جرب تجلس حينت القلب والروح والنفس هما حقك في الدنيا، أما الناس أوراق في شجرة في وقت ربيعها، اليوم معاك الورقة خضرة، غدا يجي خريفها تيبس طيح وتديها الريح. عرفتي فين؟ تما عند القبر دخلات الجوف الأرض، وليني ماشي بالخاطر دخلات بزز. هادشي علاش من الوحدة ما تخافش، بغي وليني بالقياس، حينت الحوال ما دايماش تفكر وما تنساش باللي انت غريب، واللي غريبة ولد الناس ديما وحداني، ما يوالف بلاد ما يوالف عباد، حينت اللي كتاب عليه هو يعيش براني، تابعه طريق طويلة بصح بغات الوناسة، وليني قبل الوناسة ومع الوناسة خص الزاد باش الغريب يوصل سالم الأرض الميعاد. هادشي علاش الكلام قاصح وقاسي. عرفت وليني الوحدة ما عندهاش الحل أو الدم يوبا، انت عييتي هارب منها، هي ما كتعياش. داكشي علاش غنعاود نقول ليك ما تخافش منها، صاحبها ما تعاديهاش كيف ما كتعاشر وتصاحب الناس، حينت هي اللي غتكمل معاك. هادشي علاش ما تخافش. عرفتي لاش الوحدة؟ باش ما تخافش. واش تخاف والله معاك؟ هو بغاك تعيش ليه، هو بغاك تعيش بيه، هو بغاك تكون كلك ليه وانت بوحدك. تحياتي.